تعالى كده نشوف وصلنا لحد فين في نظام إدارة العيادات اللي احنا بنعمله. آخر فيديو كنت نزلته كان بنتكلم على إن أنا عايز أظبط شوية حاجات، وفعلا الحمد لله اوريدي الفيديو اللي فات كان مجرد يو اي، مجرد صور، لكن دلوقتي احنا الحمد لله دوت ايفون اهوت 14 وبيبدأ إن هو يرن الابلكيشن بتاعنا. بصوا كده، انا الانجاز اللي عملته فعلا على موضوع الشير سايت، وانت قاعد جنب المريض انت تقدر تاخد ستيبس. طبعا الابلكيشن ده هيكون متاح على الاي او اس وعلى اندرويد، وكمان هيكون في موجود نسخه على الكمبيوتر سواء ماك او ويندوز. السكرين بقى اللي شايف ان هي عبقريه فعلا وخدت مني مجهود، السكرين اللي قدامكم ديت. انا دلوقتي البيشنت جالي ودخل لي وخلاص، خدت منه الانفورميشن بتاعته، وهيبدا ان انا اخد معاه الاجراء. اول لما اشوف، اول حاجه بشوف الشيف كومبلين بتاعته. بص، عملنا هنا حاجه زي كويك سيلكت كده. البيشنت دايما مثلا بيشتكي مثلا من بين او سويلنج او سنسيتيفيتي، بقدر ان انا اسلكت الحاجات اللي هو بيشتكي منها بشكل سريع، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اكتب ديسكريبشن ان هو بكلام البيشنت حاسس بايه، مثلا وجع لما اكل او حاجه. واقدر كمان اكتب اللوكيشن اللي هو البيشنت بيقول عليه اللي حاسس فيه، والاونست هنا باخد منه سبيشالايزد، او ان هو شيف كومبلين بشكل احترافي زي ما بالظبط ما الكتاب ما بيقول. الديوريشن والسيفيريتي، ان هو الالم ده مثلا بقاله ممكن يديله مثلا كام من 10. وباخد الشكوى بتاعه البيشنت بالظبط واسجلها عندي في البرنامج، بحيث ان هو يكون سيستم متكامل. والله مثلا هو بيزيد مثلا بالهوت او بالكولد، او ممكن ان انا اضيف اي كلام تاني وادوس اد، يبدا ان هو يضاف هنا. فبشكل سريع كده انا خدت كده كل الكلام البيشنت وسجلته هنا. وطبعا ممكن مستقبلا ان شاء الله السكرين دي تتعمل مثلا بالعربي او باي لغات تانية، والبيشنت هو اللي يملاها من الموبايل ابلكيشن بتاعه. لما ادوس نيكست، هبدا ان انا اشوف الميديكال هيستوري بتاعه، لو في اي انفورميشن على الميديكال هيستوري او الدنتال هيستوري بتاعه، ولو عنده الرجيز من اي حاجه برضه بسلكت، او ان انا مجرد بكتبها هنا. بدوس برضو نيكست، ابدا ان انا اخش على توس اكزامينيشن، وهنا بختار كل ضرس مثلا او كل سنه. انا دلوقتي انا خلصت الكلام مع البيشنت، تبقى متخيل معايا دلوقتي خلصت كلام مع البيشنت وبدات ان انا ابص في بقه. طبعا ممكن التمريض جنبي يكون معاه الموبايل، ونقدر ان هو يسلكت الحاجات ديت، والحاجات دي طبعا كلها توفر باللغه العربيه، كمان في الابلكيشن هيتوفر بك اكتر من لغه ان شاء الله، عربي وانجليزي مقدما، وممكن بعد كده ان شاء الله لغات تانية عشان البلاد التانية. انا مثلا وليكن مثلا وقت الكشف مثلا اكتشفت ان هو مثلا عنده لور 6 دوت مثلا. بدوس عليه وبقدر ان انا اختار، والله هو مثلا في كيرز، واختار مثلا الكلاس، هو مثلا كلاس 2 ميزيال. فيبدا ان هو يعلم لي في الشرط بتاعي البيشنت ده مثلا، وليكن مثلا الابر كناين. هو مثلا الابر كناين دوت هو ممكن مثلا في مثلا عامل فيه امبلانت، والامبلانت ده مثلا امبلانت كامل بالريستوريشن بتاعته، او امبلانت من غير ريستوريشن. وبقدر طبعا ان انا ازوم ان وزوم اوت في الموبايل الحقيقي بتو فينجرز، اللي عامل زوم وزوم ان وزوم اوت في الحاجه ديت. وكمان لو في حاجه انا اللي عاملها له، بقدر ان انا اسلكت مثلا ان هو مثلا كنا عاملين اكستراكشن مثلا للسنه ديت، مثلا لو هو ميسنج توز، خلاص السنه دي مش موجوده، او ان هو مثلا ريتيند روت في مجرد روت بس. بقدر ان انا كمان هنا عامل اكس اهوت على الكراون. ثانيه اظبط بس الفوكس. عامل اكس على الكراون وحطيت لي الروت فقط. واقدر ان انا طبعا لو السيرة مثلا انا اللي عاملها، فادوس existing treatment done by me، ويعمل عليه علامات الباتش ديت، ان هو التريت دوت انا اللي عامله للبيشنتس. وبعدين وهكذا نخش على الصور، مثلا لو انا في اوريدي صور هصورها بالموبايل او من الكاميرا بتاعتي، او الصور حتى مصور اكس رايز، ممكن اضيف برضو اكس رايز مثلا، وابدا وهكذا. فانا دلوقتي بشكل احترافي، احنا دلوقتي لسه الستبس دي اتعملت، والستيب الباقي لسه شغالين فيها. يعني كنا بنظبط اليو اي بتاعها، ممكن برضو اوريكم على اليو اي اللي احنا كنا بنعملها. ان في الستيب هنا مثلا التريتمنت ديت، نقدر ان انا اضيف تريتمنت واختار مثلا التريتمنت دوت ايه اللي هو عايزه بالظبط. طبعا لسه بنظبط اليو اي عن كده، لسه ما عملناش، عشان تبقوا عارفين السايت دوت او الناحيه ديت موجود فيها اليو اي يو اكس اللي احنا بنظبطها، وفي الناحيه الثانيه احنا بنكتب الكود وبنعمل البروجرامينج وبنعمل بعد كده تيست على الموبايل. بنشتغل بنظام حاجه اسمها الاجايل، وعاملين زي كانبان بورد كده بنقعد نكتب فيها التاسكس بتاعتنا ونشتغل عليها. فانا عاجبني اول السكرين ديت ليه؟ علشان حاسس ان البيشنت سهل قوي، او الدكتور سهل قوي ان هو يوز البرنامج وهو فعلا قاعد جنب المريض. البرنامج فعلا كده بقى يوسفول، ما بقاش محتاج ان انا لما اخلص المريض اقعد ادخل كل الخطوات، لا هو كده ماشي في السيكونس الطبيعي بتاع ان الدكتور من ساعه ما يقابل المريض لحد ما المريض ياخد الخدمه بتاعته ويروح. ده برضو اول فيزيت. بعد كده بنكريت لسه التريتمنت بلان، بعد كده هنخش في الجزء الثاني بقى اللي هو السيشنز بتاعت المريض. دعواتكم بالتوفيق ان شاء الله. حبيب بس كده فيديو سريع اقول لكم كده وصلنا لحد فين، ولو متحمس فعلا قول رايك كده، وقولي لو عندك اي افكار ممكن نضيفها.